بصوا يا جماعة، أنا حاليا في مطار الماطي المحلي. المطار دلوقتي زي ما انتم شايفين. لو انتم عاوزين تاخدوا رحلات داخلية مثلا من مدينة الماطي تروحوا لمدينة أستانا أو مدينة مثلا شمكنت أو أطراو بتيجوا في المطار هنا المحلي خلوا المطار كان الأول مطار مطار دولي، يعني تاخدوا مثلا رحلة من مدينة الماطي لأي دولة تانية. فطبعا بعد ما عملوا المطار الجديد بتاع مدينة الماطي فخلوا المطار حولوه لمطار محلي. فخليني اخدكم في جولة كبيرة جدا داخل المطار المحلي واوريكم الدنيا عاملة ازاي. بصوا يا جماعة، طبعا زي ما انتم شايفين هنا من داخل المطار المحلي. ده طبعا كان المطار الدولي بتاع مدينة الماطي، كنا بنطلع من هنا على اي بقى بلد تانية مثلا خارج كازاخستان. لكن حاليا عملوا المطار زي ما انتم شايفين، عملوا المطار دلوقتي بقى خلوه المطار للرحلات اللي هي المحلية. يعني انت تقدر تاخده مثلا من الماطي لاستانا لشمكنت لاطراو اي مدينه، فخلوها من هنا. فزي ما انتم شايفين بقت المكان اللي هو المطار المحلي، والجزء اللي هنا عاملين فيه بقى اللي هو لو انتم عايزين تشتري قهوه شاي اي حاجه عصاير حاجات من دي بتبقى من الجزء اللي هنا. وفي من الناحيه التانيه برضو نفس الكلام. وفي هنا حبه هدايا لو انتوا عايزين تشتروا حاجات فضه او كده، فالجزء اللي هنا عاملين حبه هدايا حلوه قوي. وفي نفس الوقت برضو عاملين اكتر من مكان ان انتوا تقدروا تاخدوا مثلا شاي قهوه حاجات زي كده من داخل المطار. فعاملين المطار دلوقتي بالطريقه عاملينه مطار محلي. يعني المطار الدولي بتاع الماطي غيروه خلوه بقى مطار محلي. في من ضمن الحاجات اللي عجبتني فكرة العربية دي. عاملين عربية عليها كوفي شوب. بصوا يا جماعة، من هنا كده بداية دخول الصالات اللي هي المحلية. في أكتر من كذا صالة. طبعا ديت واحدة منهم بتبقى في الصالة من هنا كده، دي صالة انتظار. لو تلاحظوا هنا كاتبين هنا ويلكم تو الماطي انترناشونال ايربورت في الجزء اللي هي الشاشة اللي هنا. لكن طبعا ده كان المطار اللي هو الانترناشونال الاولاني. فده الجزء بتاع صالة من الصالات. طبعا هنا برضو عاملين حاجات لو انتوا عاوزين تاخدوا درينكات او مشروبات معينة اي حاجة من هنا. عاملين اكتر من كذا كافيه هنا زي ما انتوا شايفين. هيبقى واحد من الصالات. هو طبعا في ده لانه كان المطار اللي هو الدولي بتاع الماطي، بس طبعا اتغير. بس دلوقتي عملوه مطار محلي. لو انتوا شايفين هنا كده الجزء بتقدروا تاخدوا مشروبات من هنا او من حتى في برضه تقدروا تاكلوا او تشربوا بالجزء اللي هنا. هم طبعا في اكتر من كذا صالة. في الجزء اللي هنا هنخش على صالة تانية، صالة انتظار تانية. طبعا كل واحدة فيهم لو بصيتوا هنا كده، هنا طبعا كل حاجة فيها بتبقى في شاشة العرض. هنا فيها عن أكتر من كذا طبعا طيارة صراحة على أكتر من كذا مدينة. والجزء اللي هنا كده طبعا هنا بتخشوا على الطيران مباشرة. يعني الجزء اللي هنا كده بتمشي كل واحدة بتقدر تخش من على مكان الطيارة اللي انت هتركبوها، طبعا على حسب كل مدينة. والجزء اللي هنا كده برضه صالة تانية، صالة انتظار تانية. وكل صالة فيها نفس الكلام، هتلاقوا فيها كافيهات او مطعم ان انتوا يعني مطعم خفيف تقدروا تاكلوا فيه. طبعا هنا اول ما تخش الصالة زي ما انتوا شايفين، ده مكان هنا بتشتروا فيه كرواسون حاجات مشروبات حاجات زي كده من هنا اللي هي زي ما انتوا شايفين. والجزء اللي هنا تقدروا برضه نفس الكلام، تقدروا ان انتوا تشتروا مثلا برضه مشروبات. ففي كل صالة فيها هتلاقي مكان ان انت تقدروا تشتروا اي مشروبات من هنا او ان انتوا تاكلوا حاجة. كمان هنا عاملين زي مطعم خفيف. ده بصوا مطعم ان انتوا تقدروا تاكلوا فيه. بتاع يعني بصوا كده، خلينا اوريكم. جزء بتاع ان انتوا تقدروا تشتروا منه حاجات زي شاي شوكولاتات حاجات زي كده. والجزء اللي هنا كده
دوت بتاع اكل مأكولات ومشروبات، وفي نفس الوقت كافيه. ديت صالة من الصالات، او ديت صالة تانية، صالة انتظار. وطبعا دي كلها صالة انتظار. طبعا الجزء اللي تحت دوت هنا ده كله برضه صالة انتظار تانية. خليني اوريها لكم الدنيا عاملة ازاي. فالمطار طبعا ده كان الاول المطار الدولي، كان المطار الدولي الاول في مدينة الماطي، بس تحولوه كل دوت تحول لمطار لوكال. فطبعا ده ممتاز ان هم عملوا اكتر من كذا مطار في، يعني مطار دولي جديد في مدينة الماطي. فدي وقت حاجة بصراحة ممتازة. طبعا الجزء اللي هنا برضو من هنا كده بتقدروا تخشوا على على برضو تركبوا الطيران من هنا، او في نفس الكلام برضو كله مستني. يعني بص الجزء اللي هنا دوت برضو قاعة انتظار او صالة انتظار. وفي نفس الوقت طبعا كل واحدة هتلاقي نفس الكلام زي ما قلت لكم. هتلاقي في كافيهات هنا، وهتلاقي برضو الجزء بتاع لو انتوا حابين تشتروا شاي قهوة حاجات زي كده، او كرواسون من الجزء اللي هنا. ودي كلها صالة انتظار. فزي ما انتوا شايفين طبعا كل صالة على حسب الرحلة بتاعتك، او على حسب انتوا هتسافروا فين. فده خلوه من مطار دولي لمطار محلي، لان المطار الجديد عملوه في مدينة الماطي برضه بيخدم كل حاجة. فدي صالة انتظار كبيرة طبعا. ان شاء الله باذن الله رايح على شيمكنت، فاعمل لكم حبة فيديوهات حلوة في مدينة شيمكنت. في نهاية الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار يا ريت تسيبولي في تعليق. شكرا ليكم واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من داخل كازاخستان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.